سلام عليكم أعزائي المتابعين. عاصفة رملية شديدة تضرب مدينة مغربية. إلى التفاصيل. تعرضت مدينة مراكش مساء الخميس لعاصفة رملية شديدة مصحوبة برياح قوية ذات لون برتقالي. هذا الحادث أثار الرعب والخوف بين السكان، حيث واجه عدد من قائدي السيارات صعوبات كبيرة في القيادة بسبب انعدام الرؤية الواضحة، مما دفعهم إلى ترك سياراتهم جانبا والتوقف تماما عن السير. وأفاد شهود عيان من خلال مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن العاصفة الرملية الكبيرة المصحوبة بسحب كثيفة تحولت المدينة إلى ساحة برتقالية اللون بسبب الرياح الشديدة التي رافقت العاصفة. تأتي هذه العاصفة القوية بعد موجة حر شديدة تعرضت لها المدينة الحمراء في الأيام الأخيرة، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تجاوزت 48 درجة. ووفقا لشهود العيان وفي غياب المعلومات الرسمية، يعتقد أن العاصفة قد تسببت في خسائر مادية وبشرية، بما في ذلك سقوط أشجار في عرصة البيلك بجامع الفناء. وقد حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية قبل عدة أيام في نشرة إنذارية من المستوى الأحمر والبرتقالي بسبب موجة حر شديدة ورياح قوية وعواصف رعدية ستؤثر على عدة مناطق في المملكة. في نهاية الفيديو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.